بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس، أنا قدمت رسالة في تاريخ 26/11 وما تم إدراجها ولا تم تبليغي بعدم إدراجها، والرسالة كانت عنوانها تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع أداء قطاع الإعلام في أمانة المجلس. فأنا بعرف السبب ليش ما تم إدراجها من 26/11. ليش؟ أقل شيء يقولون لي أن ما تم إدراجها بسبب كذا كذا، يعطوني الأسباب، مو نقدم رسائل ويجي بعدنا. ومن 26/11 اليوم كم صار لها؟ 5 وما تم إدراجها. أنا أتمنى أنه يتم إدراجها، خاصة في الإعلام الخاص بأمانة المجلس. الرسالة بما تضمنت الرسالة أحيلت إلى مكتب المجلس، فإذا تريد إدراجها فأنا أعتقد هذا مترك أمر المجلس، ما عندي مشكلة. شلون؟ أحيلت إلى مكتب المجلس، الرسالة محالة إلى مكتب المجلس لينظر فيها حتى يقررها. لا، أنا طالب أصلاً إحالتها للتحقيق فيها. أنا أقصد ليش عفواً الأخ الرئيس، هل جميع الرسائل تحال إلى مكتب المجلس؟ ما تحال. إيش معنى هذه الرسالة؟ ليش ما بلغوني؟ نشوف الرسالة، نشوف نص الرسالة بس. إذا هي عبارة عن رسالة مستعد الآن وهي موجودة. كاي هذه المستند ومستلمينها. نجيب نص الرسالة بس عندك؟ أي كاي موجودة. أعطني إياها رجاء، بعت لي إياها بس. أقرأها لك؟ بعت لي إياها بس رجاء، لأن نجيب الحين أعطيك إياها، أنا أقول لك إياها. رسالة خاصة. لا بعتني إياها عشان بس نشوفها، عشان ندرجها الآن، ما عندنا مشكلة. أي ماكو مشكلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. الأخ الرئيس، أنا من ساعة لما اعترضت وكنت مقدم الرسالة من تاريخ 26/11 ما تم إدراجها، لأن المجلس يملك جهاز أعتقد أنه خاص بشؤون المجلس، وقطاع الإعلام بالمجلس مع الأسف كأن اليوم قطاع حكومي مو خاص بالمجلس، ينحاز، أصبح كأنه نفس السابق، كأن في انحيازية لبعض النواب، ويطلع بعض النواب سواء بلقاءات تلفزيونية سواء باقي النواب، لا يضطرون أن يجيبون بالمجلس بالمكاتب قنوات يقدمون ويشرحون الشكاوي اللي عندهم. فواضح أن الجهاز الإعلامي اللي خاص في المجلس ودوره أنه يخدم النواب أصبح في خلل كبير. أنا أذكر أيام برنامج عمل حكومة، قام كل النواب انتقدوا برنامج عمل حكومة ما عدا قناة المجلس، مع الأسف أثنت على البرنامج، كأن برنامج عمل حكومة ما مثله، مع أن جميع أغلب النواب انتقد هذا البرنامج. عجيب أمرها، التسويق والدعاية لبعض الأشخاص أمر مستغرب، ولا يمكن أن يمر هذه قناة خاصة في المجلس واللي نسمع والله أنه بيسكرونها، ما تصير، هذه مو زينة. ايش تبون باكر تلفزيون الكويت يتحكم في النواب؟ باكر الحكومة تحكم في النواب، هذا طلع له تصريح وهذا لا، هذا محسوب علينا طلعوا له دعاية الثاني لا. أنا أطلب إحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق في هذا الأمر. الرسالة الخامسة: تكليف لجنة الشؤون الصحية ببحث أسباب الشكاوي المواطنين.
في المكتب الصحي بلندن. الأخ الرئيس، ما يحصل، وأنا توجيه الكلام إلى وزير الصحة، ما يحصل بمكتب لندن كثر الشكاوي، الناس تئن، الأعراض يستقبل، ونسمع أن من يدير مكتب لندن هي السكرتيرة مالت رئيس المكتب من الجنسية السودانية، ومن يتحكم في المكتب لندن، مكتب لندن الصحي، هم الوافدين بالمكتب، هم من يتحكمون. واسألوا أي كويتي موجود، قولوا شنو تعامل المكتب الصحي بلندن. مع الأسف كثير من الشكاوي، أنا أعتقد مفروض خلاص يتم التغيير، وصار تدوير وصار في تغيير. مع الأسف إن رئيس المكتب موجود إلى الآن، أيضا حتى مكتب ألمانيا مع الأسف كأنه رايح، ما هو مكتب صحي وما هو موظف، لا، كأن اليوم هذا ملكه الخاص ويتحكم في المرضى أو حسب الواسطة اللي تجيه أو حسب الاتصال. أنا أقول يتحمل مسؤولية وزير الصحة، ولازم يتأكد من هذه الشكاوي ويفتح لجنة تحقيق فيها. بالنسبة للرسالة 18 الخاصة بتكليف لجنة حقوق الإنسان بالنسبة لتركي العنزي، احنا يا اخوان الأمر هذا إن صح ما حصل مع تركي العنزي أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه. وأنا أقول لابد أن تكون المجلس يحقق، ما نحولها لجنة. مع احترامي للإخوان بلجنة حقوق الإنسان، أنا أقول المجلس مفروض هو يحقق فيها ومن ثم إحالتها. ما يصير اليوم تهدر كرامات الناس وإحنا نقوم نتفرج ولا يكون عندنا ردة فعل، بس مجرد إبراء للذمة أني والله صرحت، والله أني تكلمت، والله أني قلت. هذا ما يصير يا أخوان. باكر الدور يبقى على عيالكم. أنا أقول بأي مؤسسة. شكرا لك حمدان العازمي، انتهى الوقت. بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس، المرة اللي طافت، مو الجلسة اللي طافت، اللي قبلها، قامت الحكومة وتعهدت بالموافقة على هذا القانون، بمناقشته وبالموافقة عليه، وتم احترام رأيهم وتم التأجيل تصويت. بس اليوم عجيب أمر الحكومة. اليوم نسمع أن الحكومة ممكن ما توافق، لها عوايد بس مو بهالطريقة. في ظلم للناس، في عزل سياسي. أنا أقول ما راح يصير استقرار إذا ما تم الموافقة على هذا القانون. لا تحجج الحكومة دائما تقول أوامر عليا، ما تصير الأمر هذا، ما يصير أن أي شيء نقول والله ما راح يمشي، أنتم موافقوا. ليش نقول، ليش نحط أوامر عليا؟ ليش؟ لا، وافقوا والتزموا بالتعهد اللي تعهدتوه. بعدين ليش تخلون الأمر سياسي؟ هذا فيه مظالم للناس. يطلع من السجن يقعد له 10 سنوات ما يتوظف. أنا أسأل الأخ وزير العدل، كم عدد اللي رجعوا للسجن ثاني مرة بسبب أنهم ما توظفوا؟ معيلين الأسرة. ليش نفكر بالتفكير السياسي؟ ليش؟ ناس انظلمت. حتى لو فكرنا بالتفكير السياسي، هذول إخوان لهم مواقف وطنية الكل كان يشهد لها. ليش؟ أنا أقول مفروض الحكومة تصوت بالموافقة الرد القانون. خلاص ما يصير اليوم الحكومة تحجج. على شنو تحججون؟ لا تنظروا للشق السياسي، انظر المظالم الناس. في عوائل تشردت، شنو يقعد 10 سنين؟ منين يصرف؟ تشردت عوائل من القانون هذا لما نرد الاعتبار لهم. أنا أقول واجب علينا الموافقة، واجب على الحكومة أنها توافق، ويعتبر هذا واجب وطني. إذا يبون الاستقرار،
أنا أشوف الحكومة قاعدة تساهم بخلق المشاكل. ليش ما توافقون؟ شو اللي يمنعكم؟ وافقوا وخلوا الكل يتحمل مسؤولياته. إذا في نواب، وأنا أعتقد ما في نائب يرفض، لأن هذه كانت أثناء الانتخابات مادة دسمة. بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس، أنا أكد على موقفي السابق بإضافة الصحابة. لابد إحنا شلون ما نستنكر أي واحد يسب له شخص راحوا قاضاه. اليوم إحنا شفنا خلال الفترة اللي طافت من التصويت اللي طاف على القانون شلون الكل قام، ما في رادع. أنا أقول وأكد على موقفي السابق إضافة الصحابة بهالموضوع. هذا موقفي أول وقدمت فيه اقتراح، والآن نؤكد على إضافة الصحابة على القانون نفسه. لابد يا أخوان، ما يصير ما ننكر. احنا شفنا المرة اللي طافت شلون التعدي وشلون بوسائل التواصل البعض. أنا أقول بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس، احنا مفروض أول شيء نسمع الرأي الحكومي ونسمع شنو عندهم يقولون عشان نقدر نحط ملاحظاتنا. الأخ الرئيس، مفروض نسمع الرأي الحكومي عشان الواحد يقدر يحط ملاحظاته. ما يصير اليوم احنا نتكلم وننتظر هم يردون. إذا بيردون احنا بنرد. الأخ الرئيس، الوكيل المحلي هو سبب خراب الدولة. مناقصات ومشاريع الدولة قاعدة تصير ب5 6 شركات. قام يتضخم المشروع وياخذونه بسعر عالي، ياخذونه ب1 باردة مبردة بدون تعب. أخذ 500 وعطى، جاب المقاول أو اللي سواء من خارج ولا من داخل وعطاه وخذاه وارتاح، خذاه ل 500 مليون بالراحة. وعندنا خير مثال أستاذ جابر، مشاريع كثيرة يجيبون أردى النوعيات. بعدين لابد من التأكيد إخوان في اللجنة، داود، الإخوان في اللجنة لابد التأكيد عدم تعارض قانون إقامة الأجانب. شلون اليوم نقول إن التاجر هذا يكفل نفسه؟ زين شلون يكفل عماله؟ هو اليوم نقول يكفل نفسه. لابد نميز بإقامة الأجانب. اليوم قلنا يكفل نفسه، زين العمال اللي عنده شلون يكفلهم؟ لازم نحدد. مدام يكفل نفسه لازم نشوف له شلون يكفل العمال اللي عنده. إذا فعلا نبي نلقي الوكيل المحلي، وأنا أكد وأقول أن فعلا سبب خراب البلد يعني كثير من التجار الموجودين، مع الأسف بخمس تجار أو 5 شركات هي اللي ماسكة، وكلها عوائل معينة. جميع مناقصات الكويت احنا ما يخالف نقول عليكم بالعافية، بس سووا شيء زين. قلنا استاذ جابر وغيره من المشاريع الرديئة السيئة حتى امام العالم لما يجون يلعبون بنادي استاذ جابر، شو تقول العالم عنده؟ احنا نفتخر ان عندنا استاذ، وخرابة مع الاسف، خرابة معنى الكلمة. انا اقول شكرا لك.